أفضل مسلسلات شاهد الأصلية. في الفيديو ده هشارك مع متابعين قناة السينمائي 20 مسلسل من أفضل المسلسلات الأصلية لمنصة شاهد VIP، واللي أغلبهم مسلسلات قصيرة وبيتنوعوا ما بين الجريمة والغموض والأكشن والدراما وحتى الرعب والرومانسية. بس في البداية برشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا، متميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. المسلسل الأول معانا هو مسلسل سفاح الجيزة، واللي بيتكون من 8 حلقات. بتدور أحداث المسلسل حوالين جابر، الراجل اللي زرع الرعب في الحي بتاعه لسنين طويلة بسبب سلسلة الجرائم الغامضة اللي ارتكبها. الأحداث بتكشف دوافعه الحقيقية وبتاخدنا في رحلة مشوقة ومليانة دراما وجريمة. ورقم 2 معانا هو مسلسل موضوع عائلي، اللي بيتكون من 3 مواسم بإجمالي 30 حلقة. بتدور قصة المسلسل حوالين إبراهيم اللي حياته بتتقلب فجأة لما بيكتشف اللي عنده بنت اسمها سارة، وبيكون هو مسؤول عنها لمدة 6 شهور. وخلال الفترة دي إبراهيم بيحاول يتأقلم مع دوره الجديد كأب، وفي نفس الوقت بنشوف التغيرات الكبيرة اللي حصلت في حياتهم والعلاقة اللي بتتطور ما بينهم وسط مواقف درامية وكوميدية. ورقم 3 معانا هو مسلسل الغرفة 207، واللي بيتكون من 10 حلقات. بتدور أحداث المسلسل في سنة 1968 جوه فندق غامض، وبالتحديد في الغرفة 207، الغرفة اللي مليانة أسرار وأهوال وخلت كل اللي دخل فيها فقد حياته. القصة هنا بتركز على جمال، موظف الاستقبال الجديد اللي بيقرر إن هو يكسر القواعد ويفتح الغرفة علشان يعرف الحقيقة اللي وراها، وده بيقلب حياته رأسا على عقب. ورقم 4 معانا هو مسلسل مملكة إبليس. المسلسل ده بيتكون من 15 حلقة. بتدور قصة المسلسل في حارة شعبية اللي بتدخل في حالة من الفوضى بعد وفاة كبيرها فتحي إبليس، والأحداث هنا بتتطور وسط صراعات أهل الحارة اللي بيحاول كل واحد فيهم يسيطر على الأمور بطريقته. وبتبدأ من هنا لعبة الانتقام والمكايد في جو مليان بالدراما والتشويق. ورقم 5 معانا هو مسلسل منعطف خطر، اللي بيتكون من 15 حلقة. المسلسل أحداثه بتدور حوالين جريمة قتل سلمى الوكيل، المؤثرة المشهورة على السوشيال ميديا، واللي بيلاقوا جثتها في عربية خالد يحيى المرشح لرئاسة نادي جماهيري. والقضية دي بتثير جدل كبير على السوشيال ميديا، وبيتم تكليف المقدم هشام بالتحقيق في القضية دي، وكل يوم بيكتشف تفاصيل جديدة بتغير مسار القضية وبتكشف حقائق صادمة. ورقم 6 معانا مسلسل الليلة واللي فيها، اللي بيتكون من 6 حلقات. بتدور أحداث المسلسل حوالين رشا اللي بتلاقي نفسها في موقف صعب لما الراجل اللي هي على علاقة بيه بيموت في بيتها، فبتضطر إن هي تخبي جثته عن جوزها، وبتبدأ تتورط في مواقف خطيرة مليانة ابتزاز وخوف. وكل ما بتفتكر إن هي خلصت من الأزمة دي الوضع بيتأزم أكتر. ورقم 7 معانا هو مسلسل المتهمة. المسلسل ده بيتكون من 10 حلقات، وبتدور قصته حوالين امرأة بتلاقي نفسها متهمة بجريمة قتل ولكن مش فاكرة عنها أي حاجة، فبتبدأ رحلة البحث عن القاتل الحقيقي لإثبات براءتها. ومع تصاعد الأحداث بنشوفها وهي بتحارب الزمن والظروف الصعبة علشان توصل للحقيقة. ورقم 8 معانا هو مسلسل الزيارة، اللي بيتكون من 8 حلقات. المسلسل أحداثه بتدور في سنة 1981 لما إنصاف بتسافر من القاهرة لبيروت في زيارة غير متوقعة لعيلة الحداد عشان تحاول تزيل اللعنة اللي بتحوطهم. ولكن من لحظة وصولها هناك بتبدأ أحداث خارقة للطبيعة ومخيفة، وبتكتشف إنصاف إن اللعنة دي وراها سر خطير أكبر منها. ورقم 9 معانا هو مسلسل الجسر. المسلسل ده بيتكون من 6 حلقات، وبتدور قصته حوالين نوح اللي بيبدأ رحلة البحث عن الجسر الأسطوري اللي ممكن ينقذ ابنه ناجي من عالم مليان بعصابات مسلحة بتقودها امرأة اسمها دليلة.
ورقم 10 معانا هو مسلسل منورة بأهلها. المسلسل ده بيتكون من 10 حلقات وبتدور قصته حوالين آدم اللي بيتكلف بالتحقيق في جريمة قتل لرجل مجهول، وده من خلال قصاصات ورق بيلاقيها في بيته، فبيبدأ إن هو يجمع كل الخيوط علشان يوصل للحقيقة، وكل خطوة بيقرب فيها من كشف السر بيتكشف له جوانب جديدة وغامضة في القضية. ورقم 11 معانا هو مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة. المسلسل ده بيتكون من 10 حلقات، بتدور أحداث المسلسل حوالين ليلى اللي ماضيها مليان غموض، وبتضطر إن هي تعيش مع عماد اللي بيعاني من اضطراب عقلي، وده ضمن صفقة غامضة بتخليها تتجوزه. ومع الوقت بتبدأ سلسلة من الجرائم البشعة تحصل كل يوم جمعة في البيت اللي هم عايشين فيه. ورقم 12 معانا هو مسلسل خارج السيطرة اللي بيتكون من 8 حلقات. المسلسل ده بتدور قصته في حلقات منفصلة بتعرض حكايات رعب بتحصل في مناسبات مختلفة. كل قصة بتبدأ بشكل طبيعي وهادي، ولكن الأمور بتتقلب فجأة وبتتحول لكوارث مرعبة غير متوقعة. ورقم 13 معانا هو مسلسل التمانية اللي بيتكون من 11 حلقة. المسلسل أحداثه بتدور حوالين عصابات بتقرر إن هي تتخلص من واحد من أعضائها بعد ما بيخالف قوانينها من خلال عملية اغتيال، ولكن الخطة بتفشل وفي شخص ناجي بيبدأ يستعد لخطته للانتقام منهم بطريقة ذكية وغير متوقعة. ورقم 14 معانا هو مسلسل عنبر 6 اللي بيتكون من موسمين بإجمالي 20 حلقة. المسلسل أحداثه بتدور حوالين مجموعة ستات دخلوا السجن، وبيستعرض المشاكل اللي بيواجهوها جوه السجن والعلاقات ما بينهم وبين المسجونات التانيين، وكمان بنشوف ازاي وصلوا للحظة دي وأسباب دخولهم السجن. ورقم 15 معانا هو مسلسل المشهد الأخير اللي بيتكون من 8 حلقات. المسلسل أحداثه بتدور حوالين 8 قصص مختلفة بتناقش قضايا مثيرة للجدل، وبتركز على الصراعات ما بين الخير والشر والحب والكراهية والفرق بين الحقيقة والكذبة في حياة الناس. ورقم 16 معانا هو مسلسل نمرة 2. المسلسل ده بيتكون من 8 حلقات وبتدور أحداثه في حلقات متصلة منفصلة بتناقش فيها قصص عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وكل حلقة بتحصل في مدينة عربية مختلفة زي الرياض وجدة والقاهرة والجونة وبيروت ودبي، وبتعرض مشاكل وحكايات الحب في الزمن ده بشكل مميز. ورقم 17 هو مسلسل العمارة. المسلسل ده بيتكون من 10 حلقات وبتدور أحداثه في إطار كوميدي عن سكان عمارة واحدة بيتعرضوا كل يوم لمواقف مضحكة ومشاكل غريبة، وبتبدأ ما بينهم علاقة غير متوقعة بتخليهم دايما في مواقف مليانة دراما وكوميديا. ورقم 18 معانا هو مسلسل البيت بيتي. المسلسل ده بيتكون من موسمين بإجمالي 20 حلقة وبتدور أحداثه ما بين الكوميديا والرعب لما بينه بيضطر يرجع للقاهرة علشان ياخد ميراثه، ولكنه بيتفاجئ إن الميراث ده مش فلوس زي ما هو متوقع، وإنه كمان هيجره في مغامرات مخيفة ومواقف مليانة رعب وأحداث غير متوقعة. ورقم 19 معانا هو مسلسل عهد الدم اللي بيتكون من 10 حلقات. المسلسل أحداثه بتدور حوالين سليم فياض اللي بيقع في حادثة بيتسبب في وفاة بنت تاجر مخدرات خطير اسمه برهان الكسار، وسليم بيتحط ما بين نارين، يا إما يشتغل قاتل مأجور عنده أو يرفض ويحط عيلته في خطر كبير. ورقم 20 هو مسلسل الوسم، وبتدور أحداثه عن نورس وصديقه رغيد اللي بيبدأوا مهمة خطيرة بعد ما بيتعرضوا للغدر، والمهمة دي إن هم يقدروا يوصلوا لأوراق سرية تخليهم يسيطروا على قرارات شبكات تجارة المافيا العالمية، وبنشوف من هنا رحلة مليانة أكشن وتشويق. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا احب اشكركم واقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتزوروا موقعنا، وباكتبوا لنا في الكومنتات تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه. وسلام.